السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك يا معلم. لو اول مره في قناتنا كده على طول ارزع لايك واشتراك محترمين عشان حلقه النهارده مهمه جدا جدا. جاي اكلمك عن افضل 4 فرق في افريقيا مستمرين بقالهم تقريبا اكتر من سنه، او على الاقل هتلاقيهم على منصات التتويج اخر 10 سنين. ليه الفتره دي؟ لان الفتره دي عباره عن عقد، والعقد هو 10 سنين في اللغه العربيه، وبالتالي فتره كويسه جدا ان انت تقدر تحكم على فريق او مشروع. نبدا باول فريق يا معلم. طبعا ومش محتاج ان انا اتكلم، رقم واحد افريقيا ومحليا هو النادي الاهلي المصري. خلينا قاريا 5 دوري ابطال افريقيا و1 كونفدراليه و4 سوبر افريقي في 10 سنين. مستواه هبط، مستواه طلع، ولكن اسمه لوحده يخوف. والله مش عشان بشجعه، لكن بعد 10 سنين لما تيجي وتلاقي فتره زي دي ان في 10 سنين الفريق ده محقق الارقام دي، هتصعب عليك نفسك ان انت ما عشتش الايام دي، او يعني اللي وقتها لو ملوش في الكوره يعني هيزعل ان هو ما حضرهاش. ده غير ان معاه 7 دوري مصري، 7 سوبر مصري، و3 كاس مصر. مش هقول لك ان معاه برونزيتين كاس عالم، ومرتين افضل نادي في افريقيا في 2012 و2013. يعني انت بتتكلم عن 27 بطوله، منهم 10 بطولات قاريه. اعتقد والله اعلم يعني على حسب كده فهم الواحد ده رقم واحد. رقم 2، بص يا صاحبي، انا لما جيت ادور كده لقيت لك ان الوداد البيضاوي المغربي اللي هو عدو الاهلي يعني في الاول وفي الاخر هو رقم 2. طيب ليه؟ لأن يا سيدي معاه 2 دوري أبطال أفريقيا و1 سوبر أفريقي كسبه في 2018. محليا بقى معاه 5 دوري و5 سوبر مغربي، وبشكل عام 7 سنين 5 نهائيات في أفريقيا، كسب 2 وخسر 3 منهم السوبر الأفريقي اللي هو خسره قدام صن داونز اللي هو دوري السوبر الأفريقي. يعني فريق عارف منصة التتويج منين وبيروح لها وبيحاول ومستمر. ودي بالمناسبة أهم حاجة في أي فريق كورة. أي فريق كورة في الدنيا لازم استمرارية عشان خاطر يبين قوته، وده الفارق الشاسع ما بين بطوله زي دوري الابطال وبطوله زي الدوري. بطوله الدوري هي اللي بتبين مين الاقوى والافضل والمستمر بشكل قوي على مدار الموسم، مش دوري الابطال سواء اوروبا او افريقيا او ليبرتادوريس او اسيا، لا، الدوري المحلي هو اللي اقوى، هو اللي بيتكون تقريبا من 38 مباراه. ماتش راح ماتش تعرف تعوض فيه، انما في دوري الابطال صعب. دوري الابطال ممكن غلطه، ممكن هفوه، ممكن كوره في العارضه، ممكن غلطه من حكم. كل الموسم بتاعك ما ينفعش يضيع على حاجات زي دي. لكن الدوري انت عندك الدنيا مفتوحه ان انت تعوض في بدل الماتش 10 بعديها. اغلط بقى وجرب وبدل واعمل. لو انت المدرب انت ممكن تقيل مدرب وتجيب مدرب غيره وبطوله الدوري شغاله، انما صعب ان انت تعمل حاجه زي دي لو انت مستمر في بطوله زي دوري ابطال افريقيا او دوري ابطال اوروبا. الموضوع بيبقى صعب. عشان كده انا حاطط لك الدوري في وسط المعايير اللي انا حاطط لك فيها افضل 4 فرق في افريقيا. الفريق الثالث معانا وهو الترجي التونسي. في دوري الابطال يا سيدي الفريق المحترم ده معاه 2 دوري ابطال متتاليين، 2018 و2019. 2018 على حساب الاهلي رقم 1 اللي احنا اتكلمنا عنه، و2019 على حساب الوداد رقم 2 اللي قبليه اللي احنا اتكلمنا عنه. يعني كسب فريقين من اقوى الفرق في القاره دلوقتي، بغض النظر انه خسر الاثنين سوبر بتاع البطولتين دول، لكن معاه سوبر افريقي بتاع 2012. حاجه كمان انت ممكن ما تبقاش واخد بالك منها، من 2010 ل 2012 الفريق ده وصل 3 نهائيات افريقيا، كسب 1 بس منهم. يعني فريق دايما عنده استمراريه برضه، حتى لو في علامات استفهام كبيره ان هو ما بيستمرش بشكل كبير. يعني زي ما قلت لك 2010 ل 2012، 2018، 2019، وكسب 8 دوري تونسي و1 كاس، وبيني وبينك كسب كاس العرب 2017. يعني فريق نقدر نقول ان هو مستمر. ولو انت دلوقتي دخلت على صفحه دوري الابطال اللي موجوده في ويكيبيديا هتلاقيه اسمه دايما منور كده في النهائيات او نص النهائيات. المهم ان هو فريق بيحاول وعارف الطريق بتاع منصات التتويج فين، حتى لو هو مش بيطلع الاول ولكن هو دايما موجود، دايما بيشكل خطر على الفريق اللي قدامه. الفريق الرابع واكتر فريق انا مصدعك بيه في القناه ديت هو فريق صن داونز. كسب دوري الابطال 2016، كسب السوبر 2017، كسب دوري السوبر الافريقي 2023 اللي هو كان كسبه من الوداد من فتره بسيطه. ده غير 8 دوري جنوب افريقي و4 كؤوس محليه. طب ما يا حاج ده مش 10 سنين كده؟ عارف والله ان ده اتفقنا من اول الحلقه، ولكن خلي بالك بدايه صن داونز الحقيقيه كان من 2013 2014 مع موسمين. من اول النقطه دي لازم نحاسب صن داونز على الفلوس والحاجات كلها اللي هو بدا يصرفها، المنظومه اللي بدا يكونها، زي ما شرحنا في الحلقه اللي انت هتطلع لك الاي بتاعتها كده بتاعت صن داونز دي. فبالنسبه لي معدل نجاحهم كويس جدا جدا جدا. الفريق الخامس، ويعني انا ما كنتش كاتب له سكريبت الحقيقه لانه مليان مشاكل، صعب قوي الصراحه ان انا ما احطوش من ضمن الفرق دي، هو نادي الزمالك. صحيح واقع، وصحيح في 100,000 مشكله جواه، ولكن ما تنساش ان في وسط المشاكل دي كلها كسب كونفدراليه في 2019، وصل لنص نهائي الكونفدراليه اللي كانت في 2016 لما طلع قدام النجم الساحلي على فرق جون، وصل لنهائي 2020 دوري الابطال. فريق بيحاول حتى في ظل وجود مجلس اداره سيء، حتى في ظل وجود ديون عليه، حتى في ظل لعيبه بتهرب، حتى في وجود مدربين جايين يسترزقوا. خلاص الفريق على الاقل بيحاول.
شفته مره في نهائي، شفته مره بعديها خرج من المجموعات، مش مشكله، ولكن بيحاول. نادي الزمالك ما كانش محطوط من وسط السكريبت اللي انا كاتبه الصراحه وحافظه عشان خاطر اعمل الحلقه دي، لكن انا شايف ان من الظلم انه ما يكونش موجود الصراحه. بس وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى لو حضرتك شايف اي افاده في الحلقه دي لايك واشتراك، لو عرفت شير كمان يا ريت. اما لو الفيديو ما عجبش حضرتك والحلقه بلا قيمه، بعتذر لحضرتك جدا عن تضييع وقتك. شكرا لكم على متابعتكم، وان شاء الله اراكم في الفيديو القادم. سلام.